مساء الخير. في الفيديو ده هنلخص الحلقة الرابعة من مسلسلنا. لو ما شفتش باقي الحلقات هتلاقيها موجودة فوق على الشمال أو في صندوق الوصف. تاي بيكون عمل كروت للشركة باسمه وباسم مي سون، وبيكون معاها في الشركة ويديها الكروت وبتكون مبسوطة جدا. بعدها تاي بيروح لأبو جون وبيديله الفاكس بتاع شركة القماش وبيقول له انت ممكن ترجع القماش للشركة وتاخد الفلوس. أبو جون مستغرب بيقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال له لأني وعدتهم ان ارجعه وانت هتكون كده كده كسبان يعني من غير تعب. وبيقول لتاي انت فاشل وهتفضل فاشل. قال له انا مش فاشل وهبدأ من جديد لان اتعلمت من ابويا ازاي اقف على رجلي مهما حصل. بعدها السواق بايك كلمه وعايزه راح له، كان ناسي عنده قماش ولما كانوا بيشيلوا القماش حب يخفف عليهم وساب الباقي في العربية، وانه كلمهم الفترة اللي فاتت كتير بس ما كانش في حد بيرد عليه، وده لانه كان بيتصل في الوقت اللي الشركة فلست فيه ومفيش حد فاضي يرد. والسواق بيقول له انا خسرت الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بحمل حاجة، وتاي قال له هعوضك ما تقلقش. وكانج مع مسؤول شركة ابو جون وبيعرفه بان البضاعة ممكن ترجع لايطاليا ويكسبوا فلوس وبيديله اوراق للصفقة. بعدها الشركة بترجع البضاعة فعلا وتاي كان هناك وكان بيبص عليهم. بنرجع لقبل كده بايام وتاي اتفق مع كانج يديهم اوراق فيها بنود غلط من العقد لان في بند مهم لو الكميه نقصت الشركه الايطاليه مش هتستلم الشحنه وهيحتاروا فيها يتصرفوا ازاي. وفعلا ده حصل والشركه بتحذرهم يرجعوا باقي البضاعه، ولو ده ما حصلش الشحنة كلها هترجع وهيدفعوهم كمان تمن الشحن. بعدها تاي بيروح لابو جون وبيقول له ازاي تكون في المشكلة دي وما تكلمنيش احلها، ده ينفع يعني؟ ومي سون قالت هنبيع لكم القماش لكن ب 11 مليون. تاي قال لها لا ده سعر قديم دلوقتي الضعف. جون بيفتح بقه قال له كده رايحين لثلاث اضعاف خلي بالك. ابو جون قال له وانا وافق ليه؟ قال له لو رجعت الشحنة هتدفع تمن الشحن ومش هتعرف تبيع البضاعة، انما لو وديت القماش الباقي هتكسب ثقتهم وهتاخد فلوس. وابو جون فعلا بيوافق على الصفقة. بعدها بيروح للراجل اللي كان بينه وبين ابوه خلافات وبيتصالح معاه واداله فلوسه وقال له ما تزعلش انا انفعلت عليك، حق الموظفين عندي ده في رقبتي. بعدها بيكون تاي مع مي سون وسددوا ديون للشركة بس باقي معاهم 7 مليون بس، وقالت له هيخلصوا الشهر اللي جاي بعد سداد الإيجار. وتاي بيبعت رسائل تهنئة براس السنة للموظفين وبياخد مي سون ويروحوا بوسان عند ران اللي كانت كلمته قبل كده وبيتقابلوا فيها، وران قالت له انت شبه باباك اتعرفت عليك بسبب كده. وبيلف معاه في بوسان وعرفته انهم ما تأثروش بالازمة الاقتصادية والامور تمام، واخدته شركتها وبتكون شغالة في العملة. وبيسأل عن الدولارات وان في بوسان دولارات كتير. قالت له لو ما فيش عندي هنا كل حاجة. وبتاخدهم معاها وهي بتغير عملة للناس، وران بتنبهر من ذكاء وسرعة حسابات مي سون. في نفس الوقت تاي بيشوف محل كوتشيات وبتكون متينة جدا لدرجة انها مش بتتقطع من اسياخ الحديد ولا المسامير، وصاحب الكوتشيات بيولع في الكوتشي اللي لابسه ومش بيولع. وتاي منبهر بالشغل ده وبيروح مع الراجل بيفرجوا على المصنع وازاي بيصنعوا الكوتشي ده، وقال له انا مش فارق معايا المكاسب المادية بس اهم حاجة فخامة المنتج. وبعدها بيروح لميسون وقال لها انه عمل عقد ب500 ألف كوتشي بسعر فظيع وهيكسبه، وميسون قالت له انسى افسخ العقد ده. بعدها بيوريهم متانة الكوتشي وبيستغربوا من سعره وانه رخيص جدا. بعدها رام بتتكلم عن شاب كان معجب بميسون في السوق، وتاي بيتضايق من الكلام ده وبيشربوا مع بعض. وبعدها تاي مع ميسون على البحر والاجواء جميلة وبيلعبوا مع بعض وران بتبص عليهم ومبسوطة. بعدها بيرجع وبيجيب تورته وهدية لمامته عشان يحتفل معاها، لكن لما بيوصل بيلاقي في حجز على بيتهم وهيتباع في مزاد، وناس داخلة تاخد بفلوسها حاجات من شقتهم، وامه بلعت خاتم الجواز عشان مفيش حد ياخده منها. وبعدها بتتصل بكل قرايبها مفيش حد بيعبرها. تاي بياخدها معاه للشركة وبيعمل لها نودلز، وهما بيناموا مامته بتكون زعلانة جدا على اللي وصلوا له. تاي بيطلع الهدية اللي جابها لها وبتكون فرحانة جدا، وقال لها دي أول هدية أجيبها لك من فلوسي ودلوقتي بقيت عارف قيمة الفلوس كويس. بعدها مامته بتنام وبيفكر في خطواته الجاية هتكون ازاي. وهنا بتخلص الحلقة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وقولوا لي رأيكم في الحلقة في الكومنتات. سلام.